نحن على أبواب مباريات ستكتب التاريخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أرسنال وأتلتيكو مدريد الباحثين عن أول لقب أوروبي في خزائنهم. مباراة سوف تكون حتى آخر لحظة، يعني قتال حتى آخر لحظة. مباراة ما بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان الباحث عن اللقب الثاني وعن أنه يكون ثاني فريق في العصر الحديث يحافظ على لقبه في نسختين متتاليتين، وبايرن ميونخ يبحث عن اللقب اللي راح يميزه ويكون مناصفة مع اي سي ميلان ثاني فريق حصول على دوري أبطال أوروبا، ولكن بايرن ميونخ أكثر مشاركة من اي سي ميلان. قبل كل شيء نتكلم على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. مباراة تلعب في ملعب باريس اللي هو ملعب صعب جدا، أيضا أمام خصم صعب جدا، اللي خلى الاتحاد الأوروبي يقول أنه باير الخصم الأكثر إزعاجا لباريس سان جيرمان ولجماهير باريس سان جيرمان. مباراة راح تكون بين أكثر مدربين مسيطرين في أوروبا، مباراة راح تكون بين أكثر هجومين تسجيلا في أوروبا، مباراة راح تكون بين فريقين الأكثر سيطرة في أوروبا في العقدين الأخيرين. خلونا نتكلم بالمعطيات ونتكلم منطقيا، وراح نشوف كيف راح تكون هذه المواجهة وكيف راح تتوجه. مباريات مثل هذه، مثل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، تعتمد على المعطيات وتعتمد أيضا على التكتيك وعلى الخبرة. مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ربما راح يكون فيها الفارق هجوميا، على أنه هجوم بايرن ميونخ أكثر حدية على هجوم باريس سان جيرمان. يعني باريس سان جيرمان هجومه حقيقة هجوم مرعب، ولكنه ليس هذاك الهجوم اللي يعطيك أهداف بغزارة وراح يعطيك الأهداف يعني يكون واثق ويكون هو المسجل الأول. هجوم بايرن ميونخ عندك أوليزي، عندك هاري كين، عندك لويس دياز اللي ممكن يقتلوك، ممكن من هفوة دفاعية راح يقتلوك. لما نجون نقارنوا ما بين الهجوم وما بين الوسط وما بين الدفاع وما بين الحارسين، أكيد نوير حارس بايرن راح يتفوق على أي حارس من باريس سان جيرمان اللي في المباراة الماضية عمل هفوة أمام ريال مدريد، وأظن أنه كانت من الضغط النفسي بصفة عامة. لما نجون نقارنوا في الدفاع، دفاع باريس متفوق على دفاع بايرن ميونخ، ورغم أنه دفاع بايرن ميونخ في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد كان متفوق، كان يعني متمسك، ولكن في مباراة الإياب عمل هفوات وما كانش مركز. لهذا يتفوق دفاع دفاع باريس سان جيرمان بوجود نونو مينديز اللي كان غائب شهر أبريل كامل ورجع في المباراة السابقة لأنه اللي هو ناقص منافسة. وعندنا أشرف حكيمي اللي اتصاب أمام بايرن ميونخ، وهناك مواجهات فردية هنتكلم عليها. وعندنا أيضا في الوسط اللي يتفوق وسط باريس سان جيرمان، يعني بايرن ميونخ يتفوق هجوميا فقط، أما باريس سان جيرمان فمعه عامل الجمهور وعامل الملعب أيضا متفوق في الوسط وفي الدفاع. المباراة هذه راح تختلف، المباراة هذه راح يحسمها ربما فرديات، ربما تحسمها بعض القطع، بعض اللقطات. تفوق واضح لوسط باريس سان جيرمان، ايضا اذا كان فيتينيا في يومه، وايضا اذا كان وسط باريس سان جيرمان كان حاضر نونو مينديز، وكان حاضر اشرف حكيمي، وكان حاضر فيتينيا، راح تعمل ترجح كفة باريس سان جيرمان اكثر من كفة بايرن ميونخ. وايضا عندنا غيابات من جهة باريس سان جيرمان، عندنا غيابات من جهة بايرن ميونخ، لانه ما عندوش دكة اللي راح تعمل يعني الدكة اللي راح تأثر على المباراة. يعني حقيقة دكة بايرن ميونخ ما عندوش واش يلعب. شفنا في المباراة السابقة أمام ماينز اللي كان شفنا فيها ريمونتادا في الدوري الألماني من طرف بايرن ميونخ. تحس هذه الريمونتادا كانت معمولة من طرف كومباني، يعني حتى يشعر لاعبيه بالضغط، يشعر لاعبيه إيش ممكن يصرى، التوقعات اللي راح ممكن تصرى داخل المباراة، يخلي اللاعبيه لما ينزلوا من على الدكة كيف راح يتعاملوا في ضيق الوقت، كيف حتى يحافظوا على كورتهم. كيف شفنا جمال موسيالا كيف تألق في المباراة السابقة، قلت لك دكة راح تكون عامل كبير في هذه المواجهة. في العكس النظير باريس سان جيرمان اللي دكته يعني فيها لاعبين دوليين يلعبوا على المستوى الدولي ويمثلوا منتخباتهم، لهذا راح تكون دكة باريس سان جيرمان
راح تكون عامل تفوق على بايرن ميونخ. وانتم ايضا نتكلموا على عامل الخبره امام عامل حماس الشباب اللي هو عامل خبره انريكي في دوري ابطال اوروبا، اللي اخذ لقبين مع برشلونه واخذ لقب مع باريس سان جيرمان. انريكي راح اظن انه راح تتفوق خبرته على حماس الشباب. ايضا كومباني حماسه تشوفوه باللي راح يجرب، ما عندوش دكه، راح يجرب ربما جاكسون مكان اوليزي، ربما راح يجرب جاكسون على ناحيه لويس دياز، ربما راح يدخل بجاكسون مكان هاري كين. ربما نشوفوا تغييرات اول مره راح يقوم بها كومباني، راح يجربها، وهذه ممكن تكون عامل اذا نجحت، يعني تغييرات جديده راح يعملها وراح يخاطر بها. اذا نجحت راح تكون عامل اللي راح ينهي به باريس سان جيرمان، واذا فشلت راح تكون عامل الفشل تاعو. في الجهه الاخرى عندنا انريكي اللي هو يعني دارس، واللي هو يعني قام بتغييرات، عنده خبره، اكتسب بعض من المواجهات التكتيكيه اللي جاي من بعد سبع انتصارات. شفنا تصريح ديمبيلي اللي قال انه ما زلنا جائعين، ما زلنا نحوسوا على الالقاب، ما زلنا نحوسوا على الفوز ونحافظ على اللقب اللي تحصلوا عليه العام الماضي. باريس سان جيرمان اللي راه قلنا جاي بعد 7 فوز، بعد سلسله فوز متتاليه، وفي نظيره عنده البايرن ميونخ اللي راه جاي بعد فوز وبعد ريمونتادا ممكن رفعت المعنويات. كومباني اللي فاز على انريكي في الادوار الاولى في الملعب باريس سان جيرمان اللي شفنا فيها مباراه وشفنا فيها بعض المواجهات الفرديه. عندنا ايضا التغطيه الاعلاميه راح تكون موجهه على بعض المواجهات الفرديه. عندنا اوليزي وديمبيلي في سباق الكره الذهبيه. عندنا لويس دياز مع أشرف حكيمي، لويس دياز كان أصاب أشرف حكيمي وأبعده عن الملاعب لمدة 2 شهرين، رغم أنه خرج واعتذر له، ولكن التغطية الإعلامية ربما راح تكون موجهة على هذه المواجهات. أيضا عندنا كيميش صانع الهدف اللي حرم باريس سان جيرمان من أول ألقابه، ربما هذه أيضا الإعلام راح يكون كيميش وفيتينيا، ربما هذا الإعلام راح يكون متوجه عليها على هذه الصراعات. أظن أنه الضغط هو اللي راح يكون معيار هذه المواجهة، الضغط هو راح يكون معيار هذه المباراة. شفنا في المباراة السابقة اللي تكلمنا عليها باللي فوز كومباني 2-1 على إنريكي، شفنا باللي الضغط كومباني ضغط الباير هو اللي كان العامل هنايا. اذا كان كومباني ضغط على باريس سان جيرمان وقدر يضغط عليه داخل الملعب بتاعه، اكيد راح كومباني راح يحطم باريس سان جيرمان. وبالعكس اذا كان لويس انريكي وباريس سان جيرمان قدرت تخرج من هذا الضغط راح يمارسوا عليه كومباني. اذا قدر يخرج من هذا الضغط ايضا راح يعمل ريمونتادا وراح يعمل اهداف كثيره على بايرن ميونخ وعلى نوير. هذه المواجهه راح تكون بين هجومين شرسين. هذه المباراه ايضا راح تكون على تألق اللاعبين، يعني تألق اللاعبين يعني تألق فردي. شفنا لو انه هاري كين كان فيومو او اوليزي او هو لويس دياز، وحتى من الجانب الباريسي اذا كان ديمبيلي، فيتينيا، كفاراتسخيليا، اي احد اللاعبين اذا كان متألق وكان في يومه وقرر انه يعطي 1000% من طاقته من مجهوده، راح تعمل عامل، يعني راح تكون عامل الفوز ولا عامل مهم في هذه المواجهة. وبالعكس اذا كانت هناك غلطة دفاعية او هفوة دفاعية، ربما نوير يغلط او كان مدافع، اللي شفنا بعض الغلطات الدفاعية اللي كلفت فريق برشلونة الخروج من دوري ابطال اوروبا. لهذا انا اتوقع انه راح نشوفوا مباراة فيها بزاف اهداف، مباراة راح تكون تكتيكية أكثر من اللي راح تكون مباراة يعني تكون تكتيكية داخل الملعب على الأوراق، وأكثر من اللي راح تكون مباراة يعني دفاعية. راح نشوف فيها أهداف كثيرة. أتوقع أنه يعني العامل الملعب وعامل الجماهير وحتى عامل الإصابات راح تكون كفة باريس سان جيرمان. لهذا أرشح ربما تكون مباراة تخرج بالتعادل أو تفوق باريس. هذه هي المعطيات يعني منطقيا اللي راح حقا تقول هذه المواجهة. وننتقلوا للمواجهة الثانية اللي راح تكون ما بين أتلتيكو وأرسنال. مواجهة اللي يعني شفت بعض التغريدة اللي تقول لك نصف نهائي الحرام بول، ولكن أنا اللي نشوفه عكس هذا تماما. راح نشوفه بالأتلتيكو مدريد وسيميوني في المواجهة الأخيرة راح يركز على الكرة الهجومية أكثر، عكس أرسنال اللي راح يتركز على الدفاع، يسجل هدف ويتمركز في دفاعاته. مباراة راح تكون لصالح
مع اتلتيكو مدريد في ملعب المتروبوليتانو. شفنا تصريحات من سيميوني اللي قال باللي في هذه المواجهه راح ندخلوا، راح نضغطوا، راح نمدوا كل شيء، يعني مباراه راح نمدوا فيها كل شيء. حتى تصريح أليكس باينا اللي قال انه هذه المواجهه راح نمشي فيها لابعد حدود، احنا راح نعطوا فيها الابعد حدود، يعني مواجهه شرسه. حتى انه الجماهير اتلتيكو مدريد والاطراس اتلتيكو مدريد راهم معروفين بحماسهم، معروفين بتشجيعاتهم، معروفين مدى الضغط اللي راح يوجهوه داخل الملعب. أرسنال في الضفة الأخرى أو في الجهة الثانية راح هو اللي راح يستقبل، مش راح يكون عليه حتى ضغط حقيقة بعد خروجه من أمام نيوكاسل بفوز ثمين. حتكون عنده راحة نفسية، راح يكون في هذه المباراة مش مطلوب منه ولا شيء. لهذا أظن أنه أرسنال مو مطلوب منه حتى شيء في هذه المباراة، مطلوب منه فقط أنه يأتي بالتعادل وراح يلعب على المباراة الثانية اللي حتكون في ملعب الإمارات اللي يكون فيها مطالب بالفوز. في هذه المباراة أرتيتا راح يدخل، يعني أظن أنه راح يدخل مرتاح، ما يكون عنده حتى ضغط، وعنده أيضا ما عندوش إصابات، عنده بعض عودة اللاعبين عكس أتلتيكو مدريد وعكس سيميوني اللي شفنا باللي هناك غموض حول لوكمان، ربما إصابة باريوس في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو بيلباو اللي عمل فيها ريمونتادا، هناك أيضا شك في مشاركة ألفاريز. لهذا أظن أنه الوقت موش يخدم أتلتيكو مدريد، والوقت المباراة ما يخدمش أتلتيكو مدريد وما يخدمش سيميوني. لهذا هذه المواجهة راح تكون مواجهة ممتعة أبعد من هي من قول والتغريدات الحرام بول. مواجهة راح تتميز بضغط من طرف أتلتيكو مدريد، راح نشوفوا هجوم شرس من أتلتيكو مدريد، وهناك احتواء من طرف لاعبي أرتيتا ومن طرف لاعبي أرسنال. إذا أرسنال قدر يحتوي هجوم ويحتوي الضغط أتلتيكو مدريد في بداية المباراة، أظن أنه راح يقدر يخرج بفوز ولا يخرج بتعادل. وحتى أنه شفنا في المباريات الأخيرة لأرسنال أرتيتا فيه لما يسجل هدف تكون عنده مبالغة في الدفاع. شفنا أنه في مباراة نيوكاسل لما سجل الهدف الأول رجع وتمركز ولعب على الدفاع، يعني مبالغة جدا 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 في الدفاع. وأيضا شفنا في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل تراجع بدني للاعبين، يعني في الدقائق الأخيرة، في الدقيقة يعني 70-75 تراجع بدني للاعبين، لاعبين ما ولاش يضغطوا، لاعبين رجعوا كامل وتمركزوا في الدفاع. أظن هذه السلبية اللي راح ممكن تغير المواجهة ما بين أتلتيكو وأرسنال. أتلتيكو اللي راح يهجم، يعني ما عندوش مشكل يلعب 30 ساعة، يلعب 40 ساعة، راح يضغط لأبعد حدود، راح يلعب لأبعد حدود، عكس أرسنال اللي راح تكون عنده سلبية في آخر المباريات. قلنا باللي كانت عنده تراجع للاعبين، بعض اللاعبين. أيضا هناك حقيقة تاريخية لأتلتيكو مدريد أو بالعكس سيميوني دائما مطلع، وهو اللي مطلع أكثر الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا وفي المحافل الأوروبية. حتى أنه قديما سيميوني هو اللي خرج انجلترا وخرجها في كأس العالم، خرج بيكهام. وايضا حتى لما السيتي مانشستر سيتي في 2013 طلعت اتلتيكو مدريد، طلعت سيميوني وتأهلت مكانه، حتى انه السيتي ما قدرتش تتأهل وتقدم في مختلف في مراحل دوري الابطال اوروبا. وايضا هناك ايجابيه لسيميوني على ارسنال. سيميوني دائما مش متوقع، يعني لما يجي يلعب امام الفرق الكبيره مش متوقع إذا كان راح يدافع، ومش متوقع إذا كان راح يهجم. وأيضا هو لما يهجم، يعني تقول هولندا لما تهجم، منتخب هولندا لما يهجم بكامل لاعبيه ويعمل ضغط شرس. شفناه في مباراة برشلونة لما قرر أنه يهجم، لما يدخل أول مباراة في ملعب الكامب نو، يعني تلعبته اللي انتهت ب2-0 مباراة الذهاب أمام برشلونة، لما قرر أنه يهجم في أول مباراة في أول دقائق المباراة، لما هجم بكامل لاعبيه وقدر يخطف هدفين، وبعدها لعب على الدفاع، وبعدها قاعد يلعب على المرتدات. لهذا سيميوني مش متوقع في مثل هذه المباريات إذا كان راح يهجم ولا كان راح يدافع. نتوقع انه مباراة ربما راح تنتهي 1-0 لصالح سيميوني، ربما تنتهي بالتعادل، لانه ارسنال ايضا قوي دفاعيا ويقدر يصمد، اذا قدر يصمد امام اتلتيكو، امام هجوم اتلتيكو. ايضا سيميوني بسبب الاصابات شفناه لما يدخل سورلوث مكان غريزمان او مكان الفاريز، لما يقوم بتغييرات في الوسط نشوفوا باللي تكون عنده عقليتين في الهجوم، يعني عقليه لما يكون الفاريز داخل الملعب، وعقليه لما
سورلوث يكون داخل الملعب. لما الفاريز وابن سيميوني جوليانو لما يكونوا داخل أرضية الميدان يعني هناك هجوم بطريقة مثل بالطريقة لما يكون فيها الفاريز مع سورلوث. لهذا دفاع أرسنال اليوم دفاع أرسنال غدا مطالب أنه يدافع بطريقتين وتكون عنده فلسفتين. لهذا نشوف قلت لكم مباراة راح تكون نوعا ما تكتيكية، ربما راح تكون مواجهة ممتعة أكثر من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. وهكذا أنظن أن ختمنا حلقة اليوم، فتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة، راح تشوفوا مباريات وراح نشوفوا حلقات أخرى نتكلموا في هذا الجانب التكتيكي، تكتيك أتلتيكو وتكتيك أرسنال. أترككم في حفظ الله، السلام عليكم.